إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل فيه الوحي وظهرت فيه المعجزات قد تورط بعض الناس فيه بالنفاق، فكيف بمجتمعنا؟ هذا ما عناه حذيفة رضي الله عنه عندما جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين فسلم عليهم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، كما روى البخاري. وإن كان حذيفة رضي الله عنه قد قال ذلك في عصر التابعين، الجيل الذي تلا العهد النبوي، فكيف نقول عن عصرنا نحن؟ هل مجتمعنا خير من مجتمعهم؟ نحن نتصور أن المنافق يعلم أنه منافق، أو نعتقد بأن النفاق هو قرار يتخذه المرء: حسنا، من اليوم وصاعدا سأظهر الإسلام وأبطن العداء له. أو مثلا النفاق في مخيلتنا هو مؤامرة كبرى يتم التخطيط لها بشكل معقد. ليس بالضرورة أن يكون كذلك. النفاق قد يقع في القلب بأمور نحسبها سهلة. خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حديث مخيف. تأخير الصلاة لآخر وقتها بغير عذر جعله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منافق، برغم أنه أخر العصر لآخر وقتها وهو وقت ميل الشمس للغروب. فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب قياسا على الحديث؟ اسمع هذه الآية العجيبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني هؤلاء يؤمنون بالله لدرجة أنهم عاهدوا ربهم إذا رزقهم المال سيتصدقوا، ثم بخلوا بالمال بعد المعاهدة. هذا ما فعلوا، فكان ذلك ما أعقبهم النفاق في قلوبهم. كيف نأمن حين نؤخر الصلاة عن وقتها أو نقوم بها كأنها عبء ثقيل ألا تتحول هذه العادة إلى نفاق يفسد ديننا؟ كيف يطمئن من يعلم حرمة الغيبة والنميمة والكذب ومع ذلك يطلق لسانه بحجة المزاح أو التخفيف ألا يصبح ذلك مدخلا لشعب النفاق؟ وأقوام يعلمون عظمة الحياء في الإسلام ثم يفتحون أبواب المجاهرة بالمعاصي أو يتهاونون في حدود الله بين الجنسين، كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك قسوة في القلب ونفاقا؟ ما الذي يؤمننا حين نقصر في طاعة علمنا عظمة شأنها عند الله، أو نتهاون في معصية حذرنا الله منها ألا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ كيف يأمن الإنسان وهو يخطئ مرارا وتكرارا ألا تتحول هذه الأخطاء الصغيرة في عينه إلى ظلمات عظيمة في قلبه؟ كيف يأمن ألا يصبح من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذه الآية التي شاهد الصحابة واقعتها عيانا وشاهدوا نظيرها هي التي جعلتهم يفهمون النفاق، يفهمونه على أنه أثر لسلوكيات معينة وليس قرارا يتخذه المرء. قد تصاب بشعبة من شعب النفاق من حيث لا تعلم. لذلك نستطيع الآن أن نفهم الحديث الذي يقول فيه ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان: نشدتك بالله هل أنا منهم؟ يعني المنافقين. وهو عمر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. السلام عليكم.